بسم الله الرحمن الرحيم. لأول مرة يتابعنا على القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس ولايك للفيديو. هنتكلم النهاردة عن مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا. يعني مباراة مهمة، انت متصدر الدوري، انت كل الظروف مهيئة اللي انت تبقى متصدر الدوري، انت بتعمل ضغط على المنافس. بكره بيراميدز هيلاعب الزمالك، انا ماليش دعوه بحد، انا ببص لنفسي وببص لفرقتي. والكابتن عماد النحاس عارف الكلام ده، والجهاز الفني المصري عارف الكلام ده. ده اللي يهمني. انت يهمك الاداء، ماشي، ويهمك الثلاث نقط. انت الفتره دي يهمك الثلاث نقط وشكل اللعيبه في الملعب. التشكيل المتوقع للماتش، انا بالنسبه لي ما تغلطش الغلطه تاني. انت نزلت رامي ربيعه وهو كان عنده اصابه، بوظ لك تغيير. هيبقى محمد الشناوي، وانا نفسي بالنسبه لي مصطفى شوبير هو اللي يبدا. ماشي، محمد هاني، ياسر ابراهيم، مصطفى العش، كوكا. وانا نفسي تبدا بعلي معلول. اديله الفرصه من اول المباراه. ماشي، في نص الملعب مروان، عمرو السولية، قدامهم امام عاشور، طاهر، بن شرقي، وسام. زي احنا ما قلنا قبل كده، جريدا شار لازم ياخد مباراتين اساسي. ما تحطوش اللي هو احتياطي. استفاد منه اكبر استفاده. بينزل، بس في فرق لما واحد كان داخل وحاطط رجله في الملعب وكان بيلعب اساسي، وبين واحد هيقعد احتياطي. ماشي، انا نفسي عماد النحاس يفكر في دي. التغييرات اللي احنا بنشوفوها بيدخل حسين الشحات، بيدخل قفشه، بيدخل اللعيبه كلها. دي اللي انا عاجبني في عماد النحاس. التغييره اللي ما عجبتنيش في الماتش اللي فات اكرم توفيق. انت عندك احمد رضا بيعرف يستلم ويتحرك بغير كوره وشكله حلو. انت ما كنتش مضغوط، انت ضغطت نفسك لما نزلت اكرم توفيق. ضغطت نفسك. ما تعملش نفس الغلطه مع سيراميكا، عشان دول لعيبه كوره ومعاهم مدير فني قوي اسمه علي ماهر. وعلي ماهر بيجي قدام الفرق الكبيره بيعرف يلعبها، بيعرف يلعب الفرق الكبيره. انت عندك 3 مباريات حسم، هتبدا من ماتش سيراميكا. انا لازم كل فرصه بتديني اللقب اتمسك بيه. انا متصدر الدوري، خلص مباراه بكره كده. ده التشكيل المتوقع. لسه القايمه بتاعت النادي الاهلي لسه ما نزلتش، عشان كده انا عامل فيديو بدري. عشان كده احنا مش عارفين القايمه ايه. النقطه الثانيه اللعيبه لازم تحط في دماغها اللي انت بتلعب على بطوله، اللي انت خلاص في الوقت اللي انت مفيش وقت تخاذل، مفيش وقت اللي انت تبص لمصلحتك. بص لمصلحه الفرقه اهم حاجه. وكلامي لامام عاشور، عايز تبقى هداف الدوري، لما تساعد زمايلك وزمايلك عارفين ان انت بتساعده، هم هيساعدوك. لو ربنا كاتب لك ان انت تبقى هداف الدوري، هتبقى هداف الدوري خلاص. بس لما تروح انفراد في نسبة مثلا 95% هتيجي و5 مش هتيجي، يبقى لا، انا هتوقع ال5 وعرضها لواحد زميلي جاي. هو ده سيستم النادي الاهلي. كله بيبص على البطوله، ما بيبصش للقب شخصي. ده اللي انا حبيت اللي انا اتكلم فيه مع كل اللعيبه. المشكله الدفاعيه اللي عندك، تقول لي رايك ايه؟
اقول له رايي اللي انا عماد النحاس ومحمد شوقي ومحمد يوسف ممكن يشوفوا لها مخرج اللي هو ايه، يلعب ب3 مدافعين، يلعب بمحمد هاني العش، ياسر ابراهيم تحتيهم. يبقى انت كده بتجفل، ومعاك اللي هم ممكن يطلعوا ويكملوا مع ايه في الاجنحه. دي بالنسبه لي، بس كل مدرب وليه وجهه نظر. هو عماد النحاس ما بيحبش يغير الخطه بتاعته وطريقه اللعب والعناصر اللي في الملعب، واحنا معاه. احنا شايفين ال3 مباريات وجه هجومي قوي جدا، قوي جدا. في الدفاع لا عندك مشاكل، 3 مباريات ب4 أهداف، لا دي مشكلة. ولازم مجلس الإدارة الأهلي لازم يعني التعاقدات الجاية كلها في الدفاع وفي الأطراف. مالكش دعوة بخط النص بقى مليان، وعندك الهجوم بتاعك كله مليان. انا اللي اهم حاجه عندي الدفاع، خط الدفاع كامل. طلعت حمزه علاء وجبت الحارس بتاع حرس الحدود كويس، سيحه. احنا بنتكلموا على المدافعين، سنتر باكين، الاطراف. لازم تلاقي حاجه زي قيمه علي معلول. لو ما لقيتش يبقى لازم اجهز علي معلول لفتره كاس العالم، اجهزه. لو انت مش هتلاقي غير بعد كاس العالم يبقى انا لازم اجهزه. محمد هاني لازم تشوف باك مصري او باك من الناشئين، من الشباب والناشئين، تحط عينك عليه. بس عندي مباراة مهمة قدام سيراميكا، مش عايز لعيب يتخاذل. المشكلة الدفاعية كده عماد النحاس هتلاقيه يتكلم معاهم، هي دي اللي تفرق معانا، هي دي اللي تفرق معانا. النقطة الأخيرة اللي أنا عايز أتكلم فيها، بيتكلموا ماشي أورلاندو جنوب أفريقي، المدرب بتاعه اسباني، اللي الأهلي خلاص بيخلص معاه. أنت شايف تطوير في الفرقة؟ شايف الفرقة دي متطورة؟ شايف؟ انا ما تفرقش معايا الاسامي اكتر ما هيجي. لو في واحد هيجي يطور لي الفرقه ويطور لي شكل الفرقه انا معاه. مش هيطور لي يبقى عماد النحاس احسن ويبني النادي، واديله الثقه بقى، اديله الثقه اللي انا بديها للاجنبي، اديله حريه الاختيار. ده من وجهه نظري انا. بس انا رايح كاس العالم عشان رايح كاس العالم اجيب مدرب اجنبي وخلاص؟ لا، الدبه دي مشكله، دي بالنسبه لي مشكله. انا عايز مدير فني قوي، خبرات، يعرف يستفاد بقطاع الناشئين، يعرف يستفاد بالنجوم اللي عنده كلها، ما يحبش ويكره، يدي المنظومه حقها. بس ده اللي يفرق معايا. احنا مع قرار الاداره في اي حاجه، بس لمصلحه الفرقه. ضد مصلحه الفرقه احنا هنطلع نهاجم عشان الاهلي. مصلحتنا كلها النادي الاهلي. قرار فردي لا، بس مش عايزين نغلطوا غلطة كرة. واشكركم، تابعونا على القناة ولايك للفيديو وشير كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.